إلى انتزاع الحق، لا نزايد ولا نمارس هذا الموضوع. والذي يحمل معنا نفس الهم نرحب به. فعاليات حقوقية ونقابية، مرحبا لأي شخص لأي هيئة تدعم هذا الملف، لأن هذا الملف ليس بالترقية، ماشي الفلوس اللي بغينا الكرامة، بغينا رد الاعتبار، وبغينا نرفعوا الحقرة، بغينا نرفعوا المظلومية. هذا هو علاش كنجيو نحتجوا باش نحيدوا الحقرة. ما لا يعقل ان واحد كيقضي نفس المهام في نفس القسم، في نفس الحجره، في الجبل ولا في الصحراء، واحد كيقعد الفرق بينه وبين اللي خدام معاه الزميل ديالو ربما قراه 4000 درهم 3000 درهم الفرق. واش كاين شي حقره اكثر من هذه؟ ما كايناش حقره اكثر من هذه. حنا كنطالبوا بعداله اجريه، نطالب بعداله اجريه. الى زدنا هذا الشيء على هم السن ديال التقاعد، الى زدنا المشاكل الاخرى الاكتظاظ، على زدنا المشاكل الاجتماعيه، كل شيء كيعرف اليوم بان هذه الفئه هي اللي قرات اجيال وعطات كل الاطر الان اللي ربما حنا كنتفاوضوا معها اليوم. ربما حنا اليوم كنجلسوا مع محاور من جهات حكوميه اللي اغلبكم قراه وخولوا انه ياخذ شهاده عليا باش يتفاوض، يقول لك لا ما عندكش الحق تبقى او لا ما عندكش. هذا عار ثم عار ان نجد الان من تعلموا على ايدي هذا رجال التعليم ونساء التعليم هم من يفاوضوننا. كان هذا الملف غير قابل للتفاوض، هذا الملف كان خصو يتحط ويتهز مباشره للتسويه، لان هاد الناس لاول مره كتشوفوا الشيء فوق راسهم هي الشهاده ديالهم، شهاده الجهاد ديالهم في الاقسام. لاول مره كيجيو يحتجوا توا في الرباط. لو فعلوا مثل ذلك ما كان حتى واحد الان ما ترقيش، ما كان حتى واحد الان في سلام 9 ولا سلام 10 كره ترقاو كاملين، لان هادو هما اللي ترفع على ظهرهم القطاع التعليم. واليوم كنسبقوا مجموعه الملفات على هذا الملف هذا. الجميع خص تكون الوحده والتضامن الشعار اللي رفعناه، معناتها ان جميع الاسلاك وجميع الفئات من الجداد والقدام كلهم في اطار تضامنوا يقولوا لا ترقيه الا بعد تسويه هذا الملف، لا درجه جديده الا بعد تسويه هذا الملف، لا ملف تفاوضي لا في القطاعات كامل الا بعد تسويه هذا الملف. لان اذا كان الهم ديال هذه البلاد باعتبار ان التعليم هو ثاني قضيه بعد الوحده الوطنيه كما عرف على ذلك جلاله الملك، فلا اصلاح لهذه المنظومه بدون الاهتمام بنساء ورجال التعليم. ولكن كنقولوا اكثر من 30,000 مقابعين في السلم 9 والسلم 10. كيفاش بغيتوا هذا الاصلاح يكون؟ كيفاش بغيتوا هذا الاصلاح واحد ما عندوش حتى ادنى شروط الكرامه ديال العيش، العمل اللائق، بمعنى انني واحد اللي نص رزقه غادي في الكريدي وفي الادويه، كلهم يعاني الان يعانون من الامراض المزمنه. هاد الناس اللي هما ضحاو في التعليم، وكانت كل القرارات الجائره ديال الوزارات المتعاقبه في قطاع التعليم جات على ريوسهم. هاد الناس هما اللي تمنعوا باش ما يتابعوش الدراسه، باش ما ياخذوش الشواهد. هاد الناس هما اللي جلسوا 10 سنين قبل تسويه وضعيتهم كمعلمين مقاومين ولا مكلفين، بعد 10 سنين عاد عطاهم السلم 7. هاد المعلمين هما اللي دخلوهم السلم 8 عطاوهم جميع العقوبات من خلال تعديل النظام الاساسي في 85، وقالوا لهم غنسرعوا لكم وتيره. شنو هي تسريع الوتيره؟ بقاو حتى 2003 هما في سلم 8 عاد ترقاو، وجاو من بعدهم 93 94 وعطاهم سلم 9. هذا هو الحيف اللي كنشرحوا للناس. كنقولوا بان هاد الناس ما خاطوش سابقا في النقابات، ما خاطوش سابقا الهيئات، ولكن كانوا دائما هما مدعمين لمعركه واحده هي معركه محاربه الجهل ومحاربه الاميه في الاقسام. ما كانوش كيعرفوا انهم يخلي التلاميذ في القسم ماشي يحتاج ولا يدير لجنه. اليوم لقاو ان كلشي ترقى، كلشي تسحلات الوضعيه، وهما لانهم اختاروا حب الوطن واختاروا النضال في الاقسام، لقاو راسهم ان حتى واحد ما هضر عليهم وحتى واحد ما خداش يشوفهم. اليوم حق على كل النقابات وكل الهيئات السياسيه وكل المشارب السياسيه باختلاف الايديولوجيات ديالها انها الا كانت بغات تهز شعار ولا بغات تخلص شي دين، هذا هو الكريدي اللي عندها، هذا هو الدين اللي خصها تخلصو. حنا بهذا الملف في الاتحاد العام الشغالين بالمغرب لا نريد لا مزايده ولا نقولوا ان حنا عندنا صباغ. حنا كنقولوا اللي بغى يعطي يد الله يحل هذا الملف حنا معاه. حنا في الجامعه الحره للتعليم منفتحين على كل الفعاليات. نقول وللمره الاخيره ان سماتكم وقوتكم في الدفاع عن الملف هي التي تزيدنا الشحنه وتزيدنا اصرار على الاستمرار، ولا يبقى معنا متضرر واحد. لا يهمنا العدد ولا يهمنا اي
امر نزايد عليه في الساحه. نقول ان نحن كجامعه حره التعليم اتحاد العام الشغالين في المغرب سنستمر في النضال والدفاع عن كل المتضررين. نقول بان الجامعه الحره للتعليم اتحاد العام الشغالين في المغرب اقتنعت بالمظلوميه واقتنعت بالفئه، والان نقول جميعا بعلو الصوت بصوت واحد نساء ورجالا ان الجامعه والاتحاد العام الشغالين في المغرب لن تدخر جهدا الدفاع على هذا الملف في جميع المحافل لا الدوليه والوطنيه. وقد انطلقنا بالفعل في الاتحاد العام الشغالين في المغرب بمراسلات المنظمات الدوليه المكلفه بالشغل، وراسلناها في الموضوع من اجل رفع مظلوميه على هذه الفئه في اطار مطالبه بالعمل اللائق اللي كتنص عليه ونصت عليه الحكومه المغربيه، وفي اطار ايضا مواثيق الدوليه متعلقه بالعداله الاجريه. هنا كل المواثيق ديالنا كل الادبيات ديالنا الاتحاد العام الشغالين والجامعه الحره للتعليم موجوده. والان في هذه الوقفه هذه هي اعلان على مسيره، والاسبوع الاول غنحدوه مباشره بعد الانتخابات. في الاسبوع الاول من يونيو صرحت الجرائد الوطنيه ان الاسبوع الاول من يونيو وقفه امام وزاره تحديد القطاعات، ومره اخرى دعوه عامه لكل النقابات في العرفان تحديد القطاعات، وغنديروا هادشي في البلاغ ديالنا. وكنقولوا بان اي وقفه واي نقابه الا بغات حنا نشاركوا فيها، ولكن دير بلاغ كما دار المكتب التنفيذي للجامعه الحره للتعليم وتعلن في المكتب التنفيذي ولا في المكتب الوطني ديالها، وحنا سننخرط ونشارك في اي وقفه قامت بها اي نقابات، لان هذا الملف فيه اجماع النقابات. تحية نضالية والمنسق الوطني. تحية نضالية والمنسق الوطني. مرة أخرى تحية نضالية للجميع نساء ورجالا. ونقول موعدنا في الوقفة الاحتجاجية في الأسبوع الأول من يونيو أمام وزارة تحديد القطاعات العامة الوظيفة العمومية لنستمر في النضال إلى حين أنا نحدو في البلاغ سيتحدث في البلاغ ما بعد الانتخابات. سنستمر في النضال إلى حين تحقيق المطلب العادل الذي يضم ويشمل الجميع بدون استثناء، لا تفريق في هذا الملف من 2012 إلى غاية آخر متضرر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية المنسق الوطني. تحية نضالية يا المنسق